السلام عليكم ومرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل بحر الظلام. حلقة يوم الجمعة. هاد الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها القاضي اللي غادي يعطي الوصاية ديال غاية لفيصل من بعد ما غاية اختار الاب ديالو، وهادشي كامل تحت التهديد. كلشي بقى مصدوم، ونفاس ودعت الابن ديالها طاهر اللي غادي نشوفوه بقى فيه الحال بزاف، حيت فيصل هدد الابن ديالو، قرر باش انه يسلم هذاك الاعتراف ديال فيصل للشرطه. وفعلا داكشي اللي غادي يدير. نفس ما كانتش قابله بالقرار ديالو وهو يخبيها في واحد المنزل، ولكن هربات ليه والخطه ديالو غادي تفشل. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقه، البدايه غادي تكون في المحكمه في الوقيته اللي المحاميه ديال فيصل كانت كترافع على قبله، والمحاميه اسماء ديال نفس كانت كترافع على قبلها. كل واحد فيهم قال داكشي اللي عنده، والقاضي قال لهم دابا غيت كاين في الغرفه ديال المرشده النفسيه، وداروا البث المباشر. كلشي كان كيتفرج فيهم. في الوقت اللي المرشده النفسيه قالت لغيت انت عارف علاش جبناك لهنا؟ قال لهم عارف. قالت لي حنا ما بغيناش ناخذوك القاعه ديال المحكمه حيت انت مازال صغير. قالت لي الام والاب ديالك ما عايشين مع بعض، ما عايشينش مع بعضياتهم، وكل واحد فيهم باغيك تعيش معاه. تقدر تقول لي دابا انت مع من باغي تعيش؟ في الوقيته اللي نفس كانت فرحانه وكذلك طاهر، حيت كانوا كيتسناو غير الراي ديال غيث هو الاخير وهو اللي غادي يحسم القضيه. غيث قال المرشده النفسيه انا غادي نختار الاب ديالي اللي نعيش معاه. فديك اللحظه نفس وكذلك طاهر كلشي بقى مصدوم. مصطفى بقى كيقول لهم لا هادشي ما يمكنش. نفس في ديك اللحظه بدات كتغوت وقالت لهم غيث مستحيل انه يختار الاب ديالو. فيصل بقى غير كيضحك هو المحاميه ديالو كانوا فرحانين. القاضي طلب منهم كاملين باش يسكتوا. القاضي سول غيث قال لي علاش بغيتي تعيش مع الاب ديالك، شنو هو السبب؟ وفي نفس الوقت المرشده النفسيه سولاتو. فديك اللحظه غيث بقى غير كيشوف وتفكر الاب ديالو فاش دوزو من حدا الحبس، وبقى كيهدد في الابن ديالو. قال ليه الا ما قلتيش للقاضي انك باغي تعيش معايا واختاريتيني انا، غادي ندخل الام ديالك للحبس، وغادي تولي تجي تزورها مره بحال هاد الاولاد اللي كاينين دابا، بحال هاد الاولاد اللي قدامك دابا. المهم هادشي كامل دارو غيث حيت كان باغي ينقذ الام ديالو وما بغاهاش تدخل للحبس. داكشي علاش اختار الاب ديالو. غيث قال الام ديالو انت عارفه مزيان شحال انا كنبغيك، ولكن غادي نختار انني نعيش مع الاب ديالي وهذا هو القرار ديالي. نفس بقات غير كتبكي. من بعد القاضي نطق بالحكم وقال بان الوصايه ديال غيث غادي تكون مع الاب ديالو فيصل. فيصل كان فرحان بزاف. من بعد هذيك المرشده النفسيه خرجت غيث فاش شاهم خارجين من القاعه ديال المحكمه بقى غير كيبكي. عنق الام ديالو. طاهر قال لي اشنو وقع؟ غيث قال الام ديالو انا ما اختاريتكش حيت ما بغيتش نخسرك، كنعتذر منك بزاف. واحد او اعتذر حتى من طاهر. نفس طلبت من الابن ديالها باش ما يبكيش. قالت لي ولكن ضروري خصك تفهمني شنو هو السبب، ياك حنا واحد الفريق اللي قوي وما كنتغلبوش. يلا فهمني دابا اشنو وقع. الاب ديالك كيفاش خلاك تختارو هو؟ في ديك اللحظه فيصل جا حداهم هو بسحر وطلب من غيث باش يجي معاه. غيث في الوقيته اللي كان غادي مع الاب ديالو بقى كيقول الام ديالو كنبغيك بزاف، وقال حتى لطاهر. كان واحد الفراق اللي صعيب بزاف ما بين نفس والابن ديالها طاهر اللي غادي نشوفوه من بعد ما رجع للمنزل. هو ونفس بقى كيواسي فيها، وغيت جالس في الغرفه غير بوحدو اولا في البيت ديالو غير بوحدو كيشوف في القمر. من بعد غادي نشوفو طاهر جا عند العم مدحت ولا الضابط مدحت قال ليه ياك لاباس، وهو يوريه هذاك لا فيديو اللي فيه فيصل كيعترف بالجريمه ديالو. الضابط مدحت قال ليه كيفاش خديتي الفيديو من مصطفى؟ قال ليه كيفاش جبتو هادشي ماشي مهم، فيصل خاصو يدخل الحبس بسبب هاد الفيديو ما خصوش يخرج. الضابط بقى غير كيشوفو كيفكر. الضابط مدحت قال لي واش انت عارف مزيان انك كتلعب بالعافيه؟ قال لي عارف، فيصل هو اللي جبرني على هادشي. قال لي هاد الاعتراف هو الضمانه ديالك الوحيده. الاخ ديالك دابا اشنو غادي يقول؟ طاهر قال لي الضمانه ديالي الوحيده هي الله. الا كان الله كاتب لي نعيش حتى واحد ما غيقدر يأذيني. عطاه الكلي اللي فيها الفيديو. قال لي دابا دير الواجب ديالك. بهذا الفيديو انا بغيت فيصل يدخل العمر ديالو كامل في الحبس. وفي المنزل ديال خليل اللي غادي نشوفوا كلشي مجموع، حيت فاقوا في الصباح وما لقاوش طاهر. كلشي بقى كيتسائل فين مشى. ونفس فاش فاقت هي فرحانه وقالت الاسيه واش اليوم نقدروا نصاوبوا واحد الاكله. كلشي تفاجئ وكلشي بقى كيتسائل اشنو واقع. نفس قالت لهم ياك عزيز عليكم هاد الاكله. اسيه قالت لهم هاد البنت وقيلا حماقه، طلبوا منها باش تجلس. نفس قالت لهم علاش كتجلسوا فيا؟ اسيه قالت لها واش نسيتي البارح اشنو وقع؟ قالت لها اشنو وقع؟ سميه قالت لها واش انتي نسيتي راه عطاو ولدك لفيصل في المحكمه، ياك من المخ ديالك طار؟ قالت لها لا المخ ديالي ما طارش مازال في بلاصتو، غادي نكون قويه على قبل ولدي. داكشي اللي وقع البارح خاصو يتصلح وباي طريقه. مصطفى بقى كيقول لهم دابا هي ولات منا. سميه قالت لهم بحال ما واقع عليها حتى شي حاجه. كلشي طلب من سميه باش تسكت. نفس قالت الاسيه اليوم اسماء غادي تجي تفطر معنا وغادي نتكلموا في القضيه. قالت لها صافي واخا اجي نوجدو انا وياك الفطور. من بعد شي حد كان كيدق في الباب ونفس مشات كتجري. قالت لهم جا طاهر، وكان علي هو اللي كان عند الباب. علي قال لها يلاه لبسي طاهر كيتسنى فيك، انا غادي ناخذك لعندو. المهم علي خداها عند طاهر لواحد البلاصه او بالاحرى لواحد المنزل
نفس قالت لهم اشنو واقع ياك ما دايرين شي حاجه. المهم طاهر تفكر فاش اتفق مع علي وكذلك الصديق ديالو واحد الصديق ديالو باش انهم يخبيو نفس بين ما وصل الوقت ديال السفر. طاهر ناوي يهرب مع نفس وغيت وكذلك جيهان. علي قال لي واش بصح غادي تخلي كلشي من وراك وتهرب؟ قال لي الحاجه الوحيده اللي كتهمني غادي ناخذها معايا. المهم طاهر فاش جات عندو نفس شرح ليها كلشي، قال ليها ما غاديش ترجعي للمنزل. قالت لي وعلاش؟ قال ليها الا مشيتي حتى رجعتي غادي يشدوك البولي. قالت لي وعلاش اشنو درت؟ قال ليها واش نسيتي هذاك التزوير اللي درتي ديال الموافقه ديال الاب ديال الغيت؟ قال ليها انا راني لغيت الاتفاق مع فيصل. قالت لي وعلاش لغيتيه؟ قال ليها هذاك الحقير راه هدد غيت، هادشي علاش هو قال بغيت بابا في الجلسه. قالت لي واش انت متاكد من هادشي؟ قال ليها هو اكيد هدو باش انت ما تدخليش للحبس وما كاينش شي احتمال اخر. غيت مستحيل انه يقبل يعيش معاه كل ما هدوش بالحبس ديالك. قالت لي ولكن غيت مازال ولد صغير، الله عنده 7 سنين، علاش غادي يخلي الابن ديالو يتحمل هاد المسؤوليه؟ قال لها هو صغير ولكن القلب ديالو قوي. نفس بقات غير كتبكي وطاهر بقى كيهدن فيها. من بعد نفس قالت ليه فيصل علاش غادي يرسلني للحبس من بعد ما خدا غيث؟ قال لها حيت اليوم مشيت في الصباح للمركز ديال الشرطه وسلمتهم هذاك الاعتراف ديالو. نفس خرجت كتجري قالت لي كيفاش درتي هادشي؟ كيفاش تصرفتي غير بوحدك وما قلتي لي حتى شي حاجه؟ قال لها اشنو بغيتيني ندير؟ واش نقول هذاك الحقير خلد ولدنا وربيه كيف ما بغيتي؟ قال لها انا وياك وغيت غادي نهربوا من هنا. قالت لي انا مستحيل نمشي. قال لها فاش غادي يدخل فيصل للحبس اكيد غادي يقدم شكايه ضدك، واش حتى انت بغيتي تحبسي؟ قالت لي علاش ما سولتينيش من قبل؟ واش انت حتى ضمنتي انك غادي تمشي للقبر وانا غادي نمشي للحبس والولد غادي يتحرم مني ومنك؟ غادي تحرم منا بزوج بينا. طلب منها باش تدخل المنزل. قال لها دخلي وغادي تسنيني حتى نرجع عندك. قالت ليه ما غاديش نتسنى، غادي نرجع للمنزل ودابا. في ديك اللحظه مصطفى طاهر نادى على علي قال ليه نفس امانه عندك هو وياك تخليها تمشي شي بلاصه. وفيصل اللي غادي نشوفوه كان شاد في جيهان ومشى للغرفه عند غيث. قال ليه يلاه نوض ولدي كلك شي حاجه. جيهان ما باغيش تاكل بلا بيك وهو يقول ليه انا راني صايم وما باغيش ناكل. قال ليه ولدي الولاد ما كيصوموش. قال ليه حتى الاباء ما كيفارقوش الاولاد ديالهم على الامهات ديالهم. فيصل قال لي انا عارف انك مقهور ولكن غادي تولف. يلا قول لي دابا اشنو بغيتي على الفطور باش نوجدو ليك؟ انا وياك وجيهان بغينا نفطروا مع بعضياتنا اليوم. فديك اللحظه غيت قال لي انا ما بغيت لا ناكل معاكم ولا نعيش معاكم، وجيهان حتى هي ما بغيتاش. انا راني توحشت الام ديالي بغيتها غير هي. غيت كان مقلق بزاف. جيهان عنقات غيت وبقات معاه في الغرفه ديالو. وعلي اللي غادي نشوفوه قال نفس بلا ما تبقاي مقلقه بحال هكا. قالت لي عندك الحق انا غادي نمشي للحمام. المهم نفس مشات للحمام وطلقات الماء، دارت واحد الكرسي وخرجت من الشارجر ديال الحمام. نفس خرجت كتجري هربت لعلي، لقات واحد التراكتور في الطريق وطلبت من السيد اللي كيسوقو باش يوصلها. المهم مشات معاهم في هذاك التراكتور. في الوقيته اللي طاهر كان غادي للمنزل ديال فيصل باش يخطف غيث وصل عليه مصطفى. قال لي واش جاي باش تخطف غيث ياك؟ طاهر قال لي سمعني اخويا، قال لي على ان اخوه كتكلم انت بغيتي تخلينا وتمشي. قال لي انت منين عرفتي؟ قال لي الا كنتي جاي باش تاخذ فيصل عفوا الا كنتي جاي باش تاخذ غيث فيصل راه كاين في المنزل. قال ليه كيفاش؟ قال ليه البوليس ما غاديش يشدوه، ما غاديش نخليهم يديروها. المهم مصطفى تفكر فاش اتصلت به نفس وخبراته بكل شيء، وهو مشى كيجري لمركز ديال الشرطه ومشى عند الضابط مدحت وحيد ليه هذاك الفيديو. خدا ليه التليفون ديالو ومسح ليه النسخه اللي كانت فيه. قال ليه هذاك الفيديو راه غادي يحمي الاخ ديالي طاهر. طاهر قال الاخ ديالو مصطفى واش بغيتوني نقتل راسي ونرتاح منكم كاملين؟ وهو يقول لي يلا زيد قدامي المنزل حنا مازال ما ساليناش حتى نمشيو نتكلموا. وعلي اللي غادي نشوفوه شاف النفس تعطلات بزاف في الحمام، بقى كيعيط لها. وفاش دخل الحمام حيت شاف المخارج لقاها ما كايناش وهربات من الشرجم. علي اتصل بطاهر وقال ليه نفس راها هربات. قال ليه كيفاش؟ وفي نفس الوقت طاهر شاف نفس اللي جات في التراكتور وقال علي ها هي وصلات بلا ما تخاف. طاهر مشى كيجري لعندها قال لها اشنو درتي؟ قالت لي واش كيحسب لك الا حبستيني في واحد البلاصه اللي بعيده ما غاديش نقدر نهرب حياتي كامله وانا غير كنهرب؟ نفس قالت لمصطفى مزيان مني وصلتي عليه. قال لها وصلت عليه بالفضل ديالك. طاهر قال لها واش انت اللي خبرتيه؟ نفس دخلت للمنزل وطاهر وصل عليها. مصطفى بقى غير كيضحك وعجبو الحال. طاهر بقى كيغوت عليهم كاملين. قال لهم هذاك الراجل كان خاصو يدخل الحبس ومن شحال هادي. سميه قالت ليه انت غير الفكره اللي جاتك على بالك خاصك تطبقها وما كتفكرش فينا نهائيا. مصطفى قال ليه الا مشى حتى دخل الحبس غادي يرسل شي واحد اللي غادي يضربك بالرصاص وهذاك الاعتراف هو الضمانه الوحيده لحياتك. طاهر قال لي واش انت نسيتي بانه هو اللي خطط القتل ديالي وبلا ما نسلموا الاعتراف هو راه شنق مرجانه بالجميل يجي الجنون ديالو يقتلني. غادي نسلموا هذاك الفيديو ديال الاعتراف ونوقفوه عند حده. عندي 1000 نسخه على هذاك الفيديو غادي نمشي نعطيها ليهم. هاد المره غادي نمشي نسلم هذيك النسخه للنيابه العامه. مصطفى في ديك اللحظه ناض ليه قال لي بلا ما تخليني نتصرف معك شي تصرف اللي غادي نندم عليه. في ديك اللحظه ناضت اسيا وطلبت من الزوج ديالها باش يتهدن. قالت لي طاهر عنده الحق. مراد حتى هو قال لهم
فيصل خاصو يدخل للحبس. فهاديك الوقيته غادي نقدروا نحرروا كاع الضحايا ديالو. مصطفى قال لهم صافي بركه غير سكتوا. طاهر قال لهم علاش غادي نسكتوا، نتوما عارفين مزيان اشنو دار في مرجانه وسحر دابا راه الضحيه ديالو، وحتى غايت الضحيه ديالو هو راه هدد الابن ديالو انه لما قالش انه باغي يبقى مع الاب ديالو غادي يدخل نفس للحبس. مصطفى قال لي علاش غادي يدخل علاش غادي يدخل نفس للحبس. قال لي واش نسيتي السي مصطفى في الوقت اللي كنتي غادي تهرب نفس وزورنا هذيك الوثيقه ديال الاب. سميه قالت لهم اذا هادشي مزيان، غير قدموا هذاك الفيديو باش يتحبس فيصل وتحبس حتى هاد السيده ونرتاحوا بالمره. طاهر قال الام ديالو باش تسكت. نفس بقات كتغاوت هي وطاهر. قال لها انا كنت مامنك كنتي غادي تهربي خارج البلاد وفيصل غادي يدخل للحبس. قالت لي واخا نعرف ندخل للحبس وما نهربش وما نخليش ارضي وبلادي. قال لي انت ما فكرتيش في الابن ديالك في الوقت اللي غادي تدخلي للحبس. قالت لي علاش، واش انت فكرتي في العائله ديالك في الوقت اللي غادي تمشي. قالت لي المشاكل ديالي انا عارفه كيفاش نحلهم، غير خليني عليك. فديك اللحظه طاهر بقى غير كيشوف فيها وهي بقات غير مصدومه فاش قالت لي هاد الهضره. طاهر خرج كيجري. طاهر من بعد مشى عند النائب العام. واعترف لهم بان جميل ماشي هو اللي ضربه بالرصاص. قالوا ليه ولكن جميل اعترف بالجريمه ديالو. قال لهم لا ما تديوش على الهضره ديالو، ماشي هو اللي دارها. النائب العام قال له شكون اللي ضربك. قال ليه مازال ما عرفتش. المهم طاهر بغى يخرج جميل باش سحر ما تزوجش بفيصل. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا المحاميه ديال فيصل اللي مشات عند فيصل المنزل قالت لي عندي لك واحد الخبر اللي زوين. قالت لي اتصلوا بيا من المحكمه. وطاهر كان اللي مشى للمحكمه وخبرهم بانه ماشي جميل اللي ضربه بالرصاص. فيصل في ديك اللحظه بقى غير كيشوف فاش قالت لي بان المحاميه فاش قالت ليه المحاميه بان طاهر اعترف بان جميل ماشي هو اللي ضربه. قالت لي في نظرك علاش بغى يخرجو. قال لها باش جميل يرجع للخدمه ديالو، باش ما يبقاش شي امل باش انني نتزوج بسحر. المهم فيصل بدا كيفكر في شي خطه جديده كيفاش غادي يتزوج بسحر باش جميل ما يتراجعش للقرار ديالو. وكانت هذه نهايه الحلقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.